بتحكي لي بنت بتقول كان أوحش رمضان وأصعب رمضان عدى عليا في حياتي. لما بسألها ليه بتقول لي عادي، أنا كنت في الجامعة ونايمة وصاحية قيم الليل، وأنا صاحية فجأة سمعت وساوس انتي لا يمكن تتخيليها. حسيت ساعتها ان انا شخص بيشك في الدين وكافر وما بيحبش ربنا سبحانه وتعالى، مع ان انا ضد الحاجات دي جدا، بس حاسه من جوايا انه طول الوقت في الوساوس دي وكأنها حاجه طالعه نبع مني. انا بتقولي مش هكدب عليكي، دي مش اول وساوس، انا كان بيجيلي كمان في العباده. كنت بقعد بقى اتوضى بالساعتين، فترات اتغلب على الوضوء يجيلي في الصيام، اتغلب على الصيام يجيلي في الصلاه. فقلت لها هنا انه بالعكس، ده معناها محبه من ربنا سبحانه وتعالى. هتسألوني ازاي؟ تعالوا مع بعض نعرف. البنت دي بتحكي لي وبتقول لي انه هي ما بيجيلهاش الوساوس دي غير لما تكون عامله طاعه كبيره ربنا سبحانه وتعالى. يعني اول مره جت لها كانت بعد ما هي اتحجبت تقريبا باسبوع وبدات تسمع الوساوس دي. قعدت معاها بتقول لي يجي 9 شهور كلهم يا سميه وساوس بشعه ربنا ما يكتبها على حد. وبعد كده جت لها تاني امتى؟ لما بدات برضو تقرب لربنا سبحانه وتعالى وكانت بتقيم الليل وكده، فايمه تقيم الليل سمعتها. الحقيقه انه بعض الصحابه كانوا راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم علشان نفس الشكوى، ان هما بيسمعوا وساوس ما يقدروش ان هما يتكلموا بيها، يتعاظم، يعني يقول يتعاظم احدنا التكلم بها، مش قادرين، حاجه صعبه جدا وعظيم جدا ان احنا نتكلم بها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان رده اوجدتموه، هو انتوا لقيتوه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الايمان. ليه صريح الايمان؟ لانه الشيطان معرفش يعمل معاك اي حاجه غير ان هو يوسوس لك. يعني هو غالبا الشيطان عايز يعمل ايه؟ عايزك تبدا تعمل صغائر، فلما تبدا تعمل صغائر هتحس ان هي ولا حاجه، فلما تبدا تحس انها ولا حاجه هتتحسب لك اصلا كبائر. واحده واحده الصغائر وان انت تستسهلهم تخليك تجيب الكبائر، فيكون هو كده ايه؟ يعني جوب ديسكريبشن او غايته في الحياه اتحققت، لان غايته في الحياه ان هو يدخلك مع النار بس، فكده هو بالنسبه له هو تمام وفل. ما عرفش يعمل معاك ده ولقاك طائع وعلى طول وخايف ربنا سبحانه وتعالى، هيدخلك من حته الوساوس. عشان الوساوس دي بتخلي ايه اللي يحصل؟ بتخلي انه عباده ربنا سبحانه وتعالى عليك تبقى مشقه، تبقى عسر، تبقى انت حاسس يا نهار ابيض، ده انا عشان اصلي الظهر وانا بقى عندي مليون حاجه عشان اصلي الظهر هقوم اتوضى ساعتين، عشان اقوم اتوضى ساعتين واصلي بقى فيهم عيد 4 مرات، فانتوا بقى عدوا بقى. وفي ال4 مرات يا ريتك بتصليهم 4 ركعات، ده مره بقى يقول لك ايه، قال انت صليت 3 ركعات مش 4، فتقوم اصليهم 5، فتبقى مثلا مصلي يعني على مزاجك. فهي بتبقى بيسموها ايه؟ بيسموها ان هي كانها نسخه جديده من الدين. هو الدين بتاعنا دين وسط، هو بيبقى عايزك تفرط قوي. انا هزود عندك الرهبه من ربنا سبحانه وتعالى بزياده قوي، فخليك عايش تعيس، فبعد شويه تزهق لانك بني ادم وبشر، فتسيب في الاخر الصلاه والصيام وكل العبادات. اول حاجه محتاج ان انت تتيقنها انه الوساوس اللي بتجيلك دي ملهاش اي علاقه بايمانك ولا تؤثر على ايمانك تماما. وطبيعي جدا ان انت تبقى حاسس ان هي حاجه نابعه من جواك، فكانها بتطلع منك كأن انت اللي مصدق في ده، مع ان انت متضايق جدا. عشان كده اصلا النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك صريح الايمان، لان اصلا مضايقتك دي انت متخيل انت مش قادر بس تسمع كلام جواك عن ربنا سبحانه وتعالى، متخيل انت بتحبه قد ايه؟ فعشان كده ده عند ربنا ده هو ده الايمان بالظبط. فاول حاجه تبقى عارفه انها ملهاش اي علاقه بقله ايمانك، بل بالعكس، ده معناها ان انت حد بيحب ربنا سبحانه وتعالى قوي. وحتى لو هي حاله من اضطراب الوسواس القهري، فاضطراب الوسواس القهري بيجي فين؟ ما هو بيبقى فيه انواع، ففي نوع بيبقى في الدين، ده بيجي لك لما انت تكون شخص بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى قوي. هي بتجي لك في الحاجه اللي انت بتحبها فتدخل تشككك في كل حاجه فيها. فانت مثلا شغلك الشاغل في الحياه ان انا عايزه اعمل كل حاجه حلال، فيبقى الوسواس القهري هيجي لك فين؟ هيجي لك بقى انه ايه ده، وانت صليت صح ولا ما صليتش؟ هي الفلوس اللي انت بتاخدها من الشغل دي حلال ولا لا؟ ويقعد يوسوسك فيها وتقعد تسال مليون الف مره ومش عارف ايه كل الكلام ده. لو انت شخص مثلا بتحب الحلال جدا وبتحب ربنا سبحانه وتعالى جدا وفي نفس الوقت عارف قيمه العيله والاولويات، في ناس بقى بتقوم جاي لهم الوسواس فين؟ في الطلاق، فيقعد يقول انا حاسس ان انا تلفظت ان انا طلقتها، طب هي كده تحللي ولا لا؟ ويقعد بقى يكلم الشيخ كل يوم على ده. هي ليه جات لك في الحتت دي؟ عشان دي اكتر حاجه انت بتحبها. فهي حتى لو اضطراب نفسي ملوش اي علاقه بايمانك، بل بالعكس، ده معناه ان انت شغلك الشاغل واكتر حاجه انت بتحبها في حياتك ربنا سبحانه وتعالى. فهيجي هنا السؤال، اعمل ايه يا سميه؟ احنا داخلين على رمضان وانا موسوس اصلا، ويعني يمكن رمضان ده ببقى شايل همه بسبب ان انا ابقى عارف ان انا بيجيلي وسواس في الصيام، فانا هقعد بقى اقول ان انا كده فطرت،
ده أنا مش عارفة بلعت نقطة مَيّة، ده أنا شميت حاجة دخلت في مش عارف إيه، وتقعد بقى كده في يعني قصة كبيرة جدًا، فيبقى بالنسبة لك رمضان بدل ما هو فرحة زي يعني الفرحة لكل المسلمين، هو عليك هَم، وبتبقى متضايق إن هو عليك هَم. وفي الصلاة تبقى أنت الصلاة اللي المفروض التراويح وكده تلاقي نفسك بتتعذب، وكل ركعة عمّال تقول إيه ده أنا شكلي طلع في حاجة، شكلي لازم أتوضّى تاني، وتتوضّى تاني تقوم شاكك في وضوءك، فيبقى عليك رمضان ده بدل ما هو حاجة ربنا سبحانه وتعالى جابها لنا عشان تطهّر قلبنا، عشان نقرّب ليه، علشان يجيب دعائنا، تبقى بالنسبة لك هَم. فأنت أول حاجة محتاج تعرفها زي ما قُلت لك وتبقى كده موقن بيها واكتبها كده عندك، إنه ذاك صريح الإيمان، فأنت شخص عند ربنا سبحانه وتعالى أصلًا مجاهد ومن أقرب الناس ليه، يعني أنت أصلًا دي حاجة عظيمة جدًا، عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "الحمد لله الذي رَدَّ كيد الشيطان إلى الوسوسة." أنت قوي أوي إن هو ما عرفش يعمل معاك أي حاجة غير إن هو يقعد بس إيه، يوسوس كده ويwhisper وده آخره. تاني حاجة محتاج إن أنت تعملها في الصلاة، طبيعي إن أنت هتحس إن أنا صلّيت 3 والّا 4 هتاخد بإيه؟ الطبيعي إن أنا هاقول لأي حد مش شكّاك مش موسوس، يبقى أنت هتعمل إيه؟ هتاخد باليقين، فهتقول إن هو 3 ركعات وإيه، وتجيب ركعة زيادة. مع حضرتك ولا كإن حصل أي حاجة، فأنا هنعتبره أنت دلوقتي أول ما جه قال لك لأ، أنت صلّيت 3 ركعات، لأ أنا صلّيت 4 بس، وتخلّص وتسلِّم. طيب بعد يا سُميّة العبادة أول ما خلّصت بقى وسلِّمت، حسّيت اللي هو إيه ده أنا في أول ركعة ما قُلتش الفاتحة ولا كإن حصل حاجة، وكل الكلام ده لا يضُر عبادتك في شيء، بل بالعكس، أنت عارف إن أنت لمّا بتلتفت لده، بتكون أنت بتعمل عكس اللي ربنا سبحانه وتعالى عايزه، ربنا قال إن هو يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، أنت خلّيت إن أنت كده كإن الدين ده عُسر، ده هنا أصلًا اللي بنعرف الشخص ده ماشي صح والّا غلط، لمّا إحنا بنلاقي إن هو كل عبادته فيها إن هو بيتعذّب وإن هو متضايق وإن هو حاسس شايل هَم جدًا، بنعرف إن الشخص ده مش عارف ربنا سبحانه وتعالى بطريقة صحيحة. تيجي بقى على صيامك، طبعًا أكتر حاجة بتيجي في حتتين، في النية، إن أنا وأنا كده نويت يا سُميّة أنا حاسس إن أنا ما نويتش كويس لأ أنت نويت، تمام، ومش محتاج إن أنت تتلفّظ وتقول يا رب أنا ناوي إن أنا أصوم، لأ خالص عادي، هي بقلبك، هو هيقعد يشكّكك أنت ما نويتش بقلبك، لأ أنت نويت بإذن الله ولا يضرك شيء، وحتى لو ما نويتش صيامك صحيح، أنا باقول لك أهو صيامك صحيح وما فيش أي حاجة. طَب يا سُميّة باجي أتمضمض طبيعي في الوضوء، فباحس إن والله دخلت حاجة، فباقعد بقى أتِف، أتِف، أتِف يا سُميّة بس باحس إن لسه في، هو أساسًا ده زيادة في الدين، هو النبي صلى الله عليه وسلم ما قالكش أنت لازم تقعد تتِف، تِف، هو قال لك إن أنت ما تبالغش في المضمضة، يعني إيه ما أبالغش في المضمضة؟ عارفين الناس اللي بتتمضمض وتقعد بقى تغرغر هو ده اللي إحنا ما نعملوش وإحنا صايمين بس، إنما قال لك اتمضمض عادي جدًا. طيب المفروض اسمها أقعد أتِف وكده، لأ هي التَّفّة اللي هو خلاص بتنزّل مرّة وخلاص الموضوع منتهي. حتى لو في حاجات أنت بلعتها معفو عنها في الدين، ده مش كلامي ده كلام العلماء، فده معفو عنها في الدين. فما تشُقّش على نَفْسك عشان ربنا سبحانه وتعالى يعني نزّل لنا الدين ده يُسر، والنبي صلى الله عليه وسلم لمّا يكون عنده أي اختيار كان بياخد الأيسر طالما الاتنين حلال، فبياخد الأسهل، فما تحسّش إن أنت شاطر إن أنت بتاخد الأصعب، بل بالعكس، ده سُنّة النبي صلى الله عليه وسلم في اليسر، وأنا معاك وعارفة إن أنت من جواك دلوقتي بتقول لي: "يا سُميّة والله أنا نِفْسي أعمل باللي أنتِ بتقوليه بس هو صعب أوي." ما أنت بتجاهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني دايمًا كمان حاول كل عباداتك تعملها في الجماعة، يعني مثلًا إيه، أنا هاصلّي المغرب، فأنا طبيعتي بعيد، طب أنا أصلّيه يا إما مع حد، يا إما حتى جنب عيلتي، بحيث إن هُم أساسًا مش هيسيبوك هتتكسف تعيد قدّامهم، فأنت تمام. فتحاول تعمل كل الحاجات في الجماعة بحيث إن ده يقلل عندك الحاجات الوسواسية اللي الشيطان وحتى لو مش الشيطان، المرض هيبدأ إن هو يغذيها عندك.